دار حوار بيني وبين صديقتي وقالت لي إن الشيطان يفرش عرشه على الماء في البحر بعد المغرب، ولا يجوز لنا أن نشاركه وننزل الماء في هذا الوقت. لا، هو المسألة مش كده. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الجن على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، والجن زينا بيحتاجوا أكل وشرب ومأوى، واخد بالك؟ يعني بياكلوا وبيشربوا، بس زي ما احنا مش شايفينهم هم بياكلوا الأكل اللي احنا برضو مش شايفينه. فهمت؟ يعني هم بياكل الموجات المحيطة بطعام الإنس. يعني انت مثلا بتاكل لحمة، اللحمة دي حواليها هالة من ايه؟ من الطيف تناسب كثافتها. هم بقى بياكلوا الهالة دي، يتغذوا عليها، لان هم لطاف يعني ايه؟ يعني لا حس لهم ولا جسم. فاللطيف يتغذى باللطيف، والكثيف يتغذى بالكثيف. انت كثيف تاكل اللحمة وتقعد تهبر فيها وتبلع وتمضغ وتعمل، لانك انت رجل كثيف، مخلوق من كثافة، من طين، من ارض. فهمت؟ فخلقتك اقوى من خلقته. يعني انت خلقتك يا ايها الادمي اقوى كثيرا جدا من خلقة ايه؟ يعني عارف لو اتفكت اللطافة اللي موجودة في كثافة جسدك يتعمل منها ملايين الجن. فهمت؟ فالانسان ببنيته اقوى كثيرا من الجن، عشان كده اوعى تخاف من الجن. وعشان كده ربك خلاهم يشوفونا واحنا ما نشوفهمش، لان احنا ربنا حمينا بكثافتنا وكمان بملائكه تدافع عنه. شفت قد ايه؟ فاوعى تقول لي انا بخاف من الجن والعفاريت، تبقى انت اهبل. زي واحد بيقول لك بخاف من الدبانه. الدبانه دي تخوف يا ابني؟ اعمل لها كده تجري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجري قبائل ما تقدرش تقرب لك. فهمت بقى؟ فيبقى هم بياكلوا وبيشربوا، بس بيشرب ايه؟ الموجات المحيطه بالماء فيرتوي، وانت بتشرب الميه نفسها. ياكل ايه؟ الموجات الطيفيه المحيطه، لان كل شيء كثيف بيحيط به موجات تناسب كثافته. عشان كده الموجات دي بتتصور ببعض الكاميرات عملوها دلوقتي، اللي هي الكاميرات بتاعت الانفراريد. الانفراريد دي كاميرات مخصوصه بتشوف الموجات اللي هي فوق الحمراء، اللي تحت الحمراء هتبقى فوق الحمراء. انا قلت لك ان المخلوق كان مقلوب، لكن سموها تحت الحمراء وهي الحقيقه فوق الحمراء. فايه؟ فبتصور الهاله دي لدرجه انك انت لو مشيت من مكان وجبت الكاميرا دي صورتها، يصور لسه ايه؟ اثر جسمك في المكان. الهاله اللي هي الهاله المحيطه بيك. فالجن بيتغذى بهذه الهالات المحيطه بالكثائف اللي الانسان بياكل منها. فلما اسلموا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الانس بيأذونا يا رسول الله كتير، بيضيعوا ارزاقنا. فبيستنجوا بالعظام بعد ما ياكلوها، يمصمصوها كده، يستنجى بيها يعني ينجسها، فما نعرفش ناكلها، واحنا غذانا الحكايه دي. عشان كده النبي نهى عن الاستنجاء بالعظام، قال لانها غذاء اهل الجن، غذاء الجن، فما تأذيهمش. فهمت؟ ومش كده وبس، وقالوا يا رسول الله الانس بيردوا الماء نهارا وليلا، فاحنا ما بنعرفش نرد الماء عشان نشرب، فبنقعد عطشانين مستنيينهم يمشوا، بيخافوا مننا، احنا كثافتنا قويه. فاهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتفق مع الجن انه يقول لامته لا تردوا الماء ليلا لان الجن يردوه، ويردوا الماء نهارا. كويس؟ ده وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان كده زمان حتى واحنا صغيرين الثقافه بتاعتنا اللي اتولدت من ايه؟ من المعاني النبويه الشريفه في الاحاديث. كانت جدتنا تقول لنا ايه؟ اوعى يا ولد تنزل البحر الجنيه تاخدك. فاكرين انت الكلام ده؟ او دي ثقافه تولدت من هذا المعنى، ان الجن بياخدوا حظهم من الماء ليلا، فبيبقوا مزدحمين على الميه، تيجي انت تنافسهم ممكن ايه؟ جن شراني شويه يأذيك، جن انتحاري. وعشان يأذيك لازم يبقى ايه؟ عنده انتحار، يعني ممكن ايه؟ يأذيك ويموت نفسه، زي بالظبط الجماعه الانتحاريين دي، يفجر نفسه ويموت في وسط الناس. فاهم؟ ففي جن كده برضه انتحاريه، عفاريت يعني اشقيه، نوع من الجن الشقي ده الانتحاري ده يسموه عفريت. فهمت؟ فعلشان كده قال لك ايه؟ لا ترد الماء ليلا حتى لا يؤذيك الجن،
وعشان كمان ما تظلمش اخوانك من الجن. هم بياخدوا حظهم من الماء ليلا. المغرب يدا مع دخول الليل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لموا اولادكم ودخلوهم البيوت لما تغرب الشمس، لحد ما يدخل وقت العشاء خلوهم يخرجوا ما يجراش حاجه. ليه؟ لان اول ما يغرب الشمس ده وقت نشاط الجن، يعني الجن يستيقظ مع الظلمه وانت تستيقظ مع النهار. فاهم؟ فاول ما بيستيقظوا بيخرجوا الشوارع عشان يقضوا مصالحهم بقى. الجنيه واخده ايه عيالها توديها كي جي 1 وكي جي 2 وتوصلها المدرسه، واخد بالك ازاي؟ واخده معاها سبت تجيب الاكل وتوضب الاكل للشيطان بتاعها اللي متجوزاه. يعني اسر ذكور واناث واسر وبيولدوا ويخلفوا كل حاجه. فبيبقوا ايه؟ مزدحمين في الطرقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اجمعوا اطفالكم في هذه الساعه حتى لا يلوذ بهم جن. ليه؟ لان الطفل بالذات، ما قالش انت ليه، الاطفال الصغيره طول النهار بتلعب فبيتلوثوا، وساعات يبقى ملابسهم فيها نجاسه، والجن يحب النجاسه ويحب الرائحه الكريهه ويحب ايه؟ القاذورات. فلما الطفل في الوقت ده والجن ماشيين يلاقوا القاذورات دي يعني بالنسبه لهم اطيب من المسك بالنسبه لك، فيجوا بقى يشموها، يقوموا ممكن ياذوا الايه؟ العيل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا اطفال. لكن المسلم مش مشكله ايه؟ انه يعني يدخل بيته في اللقطه دي، لان المسلم طاهر، فالملائكه تبعد عنه، وحاطط كمان المسك ومطيب نفسه ورايح يصلي المغرب، فما يأذوش حد. يبقى الجن دول عايشين معانا ولكن احنا لا نراهم، فليهم حقوق بقى. حقوقهم انك انت ما تنافسهمش على ارزاقهم، فلا تنجس بقايا الطعام. يعني ما ينفعش يبقى بقايا الطعام اللي انت بترميه في سلة المهملات تبول عليه، كويس؟ اياك او تضع فيه بعض النجاسات. او انت مثلا انك سلة المهملات في البيت حطيت فيها بعض بقايا الطعام اللي عندك، اللي هو ايه؟ العظم اللي باقي من الاكل بتاعك، وبعض كسرات الخبز اللي انت مش عايز تاكلها عشان فيها بعض الاذى عفن او شيء من هذا، فتحطها انت. وبعدين انت جالك الدكتور ايه؟ غير لك على جرح فيه خراج وفيه صديد، فبقى القطن ده متنجس، ما تحطوش بقى مع ايه؟ مع الزباله اللي فيها بقايا اكل، كده تاذي الجن في رزقهم. فهمت بقى ازاي؟ فتاخد بالك، لان لازم تتادب، لان هم جيراننا عايشين معانا، فايه؟ فنسيب لهم الميه بالليل وناخدها احنا بالنهار. فما فيش داعي انك انت ترد الماء ليلا. ادي المعنى اللي هي تولدت منها هذه المعنى اللي صديقتها بتقول لها عليه. فهمت بقى ازاي؟ لكن للاسف تروح اسكندريه في المصيف تلاقي الناس قاعدين يصيفوا وينزلوا البحر لحد 12 بالليل باولادهم، والجن واقف بايه؟ بالقمريه بتاعته، مش الشمسيه بقى. هم بيشتغلوا بالليل، يبقى عنده قمريه مش شمسيه، وواقفه الست جايبه عيالها ملبساهم المايوهات عايزين ينزلوا الميه بالليل، فشايفين الانس لسه، فلا عارفين يصيفوا ولا عارفين يستريحوا معانا ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين يعيشوا. فلازم تراعي حسن الجوار. فهمت؟ ادي المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا ما بنشوفش الحاجات دي، فساعات نؤذي اخواننا من الايه؟ الجن، واحنا مش واخدين بالنا من هذه الانشطه. فاياك تنجز بقايا الطعام، لان اتركه في مخلوقات بتترزق بيه، فسيبه لهم كده طاهر. واياك كمان ترد الماء ليلا، خذ حظك من الماء نهارا وسيبه بالليل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ورود الماء ليلا. ليه؟ نتركه بقى للجن. الليل للانس يستكنوا وللجن نشاط. فهمت؟ عكسنا، هم عايشين ماشيين عكسنا. والله تعالى اعلى واعلم.